لكل موظف في أي شركة قطاع خاص في مصر، ركز جدا معايا. لو الشركة بتاعتك قالت لك إن فترة اختبارك هتكون 6 شهور وأنت بتتعين، اسأل عن سند الكلام ده، لأن قانون العمل 14 لسنة 2025 حدد فترة الاختبار بحد أقصى 3 شهور، وما ينفعش تتكرر عند نفس صاحب العمل. القانون هنا بينظم علاقة العاملين بالقطاع الخاص. العقد اللي بينك وبين شركة القطاع الخاص لازم يتكتب باللغة العربية، لازم يتكتب من 4 نسخ، والعامل لازم يستلم نسخة، ويكون في العقد ده موجود بيانات الشركة وبيانات العامل وطبيعة الوظيفة وتاريخ البداية والأجر وموعد طريقة الدفع والمزايا اللي هتتفقوا عليها. كل ده لازم يكون في العقد. والأصل إن العقد يكون غير محدد المدة إلا لو طبيعة العمل تبرر تحديده. ولو الشركة شغلتك من غير عقد مكتوب فده مش معناه ان حقك ضاع. القانون هنا بيسمح بإثبات علاقة العمل ومدتها والأجر والحقوق بكل طرق الإثبات. الأجازة السنوية ليك بتبدأ من 21 يوم بعد سنة كاملة من الشغل، وبتوصل ل 30 يوم بعد 10 سنين خدمة، أو بعد ما يكون وصلت ل50 سنة. وطبعا في بعض أحكام خاصة لبعض الفئات. احتفظ برسائل التعيين وتحويلات الراتب وكشوف الحضور وأي صورة عقد، ولو فيه نزاع وثق التفاصيل كلها وراجع مكتب العمل المختص أو محامي قبل ما تتخذ قرارك بترك الوظيفة. وابعت الفيديو ده لأي حد لسه ماضي عقد جديد.